السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة هنعمل مع بعضينا فشار بالكراميل بس بطريقة لذيذة وجميلة. هنعمله في البيت ويطلع مقرمش زي بتاع المحلات بالظبط. هنعمله بطريقة سهلة جدا ومن غير مكونات غالية وعلى قد ايدينا. لو عندك شوية ذرة وسكر يبقى خلاص انتي جاهزة تعملي معايا أحلى سناك لولادك وتفرحيه. بس يا ريت نتابع الفيديو للآخر وما تنسوش تعملوا لي إعجاب ومشاركة لكل أصحابكم وحبايبكم، واللي ما عملش اشتراك يعمل لي اشتراك. نسمي الله ونبدأ مع بعضنا الفيديو بتاعنا الجميل. احنا عندنا كوباية ذرة قيمة ربع كيلو ذرة فشار وشوية زيت، وهنعمل الفشار بتاعنا الأول. هنبدأ بقى الفشار بتاعنا. هجيب حلة وحطها على النار وابدأ بقى أجهز الفشار بتاعنا. نعمله الأول نعمل الفشار الأول قبل ما نبدأ نعمل الكراميل. جبت بقى الحلة وحطيتها على النار وسخنتها وحطيت فيها شوية زيت، وأول ما أحس إن هما بدأوا يقدحوا كده أقوم نازلة عليهم بكوباية الذرة الفشار بتاعنا الجميل، الذرة الأصفر بتاعنا، وانزل عليهم بمعلقة ملح، وهز بقى الحلة بتاعتنا كده شوية عشان الفشار بتاعنا الذرة يندمج مع الزيت كويس والملح، واسيبه شوية. اول ما احس ان الزيت بدأ يغلي بقى وهيبدأ يفرقع، هنشوف دلوقتي. بصوا بدأت اول واحدة تفرقع كده والزيت بدأ يغلي اهو. اقوم بقى جايبة غطا ومغطيه، بس اهزه الاول هزة حلوة كده واغطيه بقى. الفشار ده مش مجرد تسالي وبس، الفشار ده من احسن السناكس الصحية لو اتعمل صح وقللنا في نسبة الدهون بتاعته. وبعدين بيبقى خفيف وجميل وغني بالألياف وبيساعد على الهضم وبيدي إحساس بالشبع، وسعراته قليلة جدا ومضاد للأكسدة ومفيد للجسم جدا، وأي حد بيعمل دايت مفيد ليه قوي، بس طبعا من غير كراميل. بصوا بقى الفشار بتاعنا عمال يفرقع وجميل ازاي، بيملى الحل، عمال يفرقع جوه الحلة، حاسة ان احنا بنعذبه جوه. بصوا ما شاء الله، الكوباية الفشار بتاعتنا دي هتملى الحلة دي ان شاء الله دلوقتي. انا عايزاكم بقى تكتبوا لي في الكومنتات انتوا بتحبوا الفشار عادي ولا بالكراميل، وتحبوا نعمله المرة الجاية فشار بالجبنة ولا بالشوكولاتة. احنا هنعمله النهاردة عادي وبالكراميل. هنعمل نص الكمية نسيبها عادي فشار عادي، ونص الكمية نعملها بالكراميل عشان اللي مش بيحب الكراميل ياكل العادي. وبجد الفشار من السناكس اللذيذة اللي ولادنا كلهم بيحبوه، جميل بجد اوي. بصوا الحلة بسم الله ما شاء الله بدأت تتملي على الآخر والفشار فرقع كله. بصوا ما شاء الله الفشار بجد جميل، وريحته بقى قلب المطبخ كله، ريحته جميلة. بسم الله ما شاء الله، هو لسه بيفرقع. انا كل فترة شوية كده بقوم هزة الحلة عشان ما يتحرقش، طبعا تانيين واخدين بالنا منه عشان ما يتحرقش ويلزق في قاع الحل. بصوا ما شاء الله جميل ازاي، ريحته بجد جميلة. انا بحب اشم ريحة الفشار ده قوي. طبعا انا مهدية النار خالص، انا الاول عليت النار لحد ما الزيت بدأ يسخن كده ويغلي مع الذرة، وبعد كده اول ما بدأ يفرقع رحت موطيه النار خالص. بص بقى مش بسم الله ما شاء الله انا طفيت عليه
بصوا جميل ازاي، شفتوا شكله؟ بس انا حسيت ان في حاجات تحت لسه بتفرقع فسبته غطيته تاني، بس انا طفيت النار خالص. بص بسم الله ما شاء الله، كل الذرة بتاعنا فرقع، ما فيش ولا واحدة اسمها ما فرقعتش. هركنه بقى على جنب كده وابدأ اعمل الكراميل بتاعنا الجميل. في حلة بقى كده هحط مع كوباية سكر ومعاها ربع كوباية مية، واقلب فيهم كده تنينة، اقلب فيهم لحد ما السكر يدوب ويعمل كراميل. انا عايزة الكراميل بتاعنا غامق النهاردة. تنينة كده معايا بالتقليب، نستنى لحد ما السكر يدوب خالص ونقلب بقى كويس كده. بصوا بقى هو بدأ يغلي ازاي وبقى جميل. احنا بقى هنتابعه كويس عشان ما يتحرقش مننا. بصوا بسم الله ما شاء الله، بيغلي وجميل اهو. هنتنينا بقى نبص عليه ونتابعينه عشان يوصل لدرجة اللون اللي احنا عايزينها، الذهبي الجميل اللي يعمل لنا احلى كراميل واحلى لون كراميل. بصوا بسم الله ما شاء الله، هو وصل للدرجة اللي انا عايزاه. بصوا دي الدرجة اللي احنا عايزين نوصلها، بس احنا هنتنينا نقلب فيه برضو كده. ناخد بالنا عشان الحلة بتاعتنا ما تتحرقش ويبقى النار بتاعتنا مش عالية قوي. بس بقى دي الدرجة اللي انا عايزاه. بصوا اطفي بقى عليه خالص، اطفي عليه بقى واستنى بقى هحط عليه مع نص معلقة بيكنج باودر. نص معلقة البيكنج باودر دي بتخلينا الكراميل بتاعنا جميل ولونه فاتح وجميل، بيبقى لونه ذهبي وجميل. بص اول ما تنزلوا عليها على بالبيكنج باودر على الكراميل، اللون بتاعه بيعمل ازاي، يخلي لونه جميل ذهبي كده وجميل. بص بقى وهنجهز عندنا نص معلقة زبدة بتطعم الكراميل بتاعنا وتخلي طعمه جميل ويخلي طعم الفشار بالكراميل لذيذ وجميل. انا بقى هعمله لكم زي ما تكونوا في المحلات بالظبط وبتطلبوه. بص بقى لون الكراميل بقى جميل ازاي. انزل بقى بكمية الفشار اللي انا هعملها بالكراميل، انا قسمتها نصين، خليت نص سادة ونص عامله بالكراميل، واقلبه بقى جامد كده حلو بحيث اخلي الكراميل يتشبع من الفشار كله والفشار يدخل في الكراميل كله. نقلبه كده تقليبة حلوة. شايفين اللون، شايفين الجمال، بجد زي العسل، بجد جميل وطعمه بيبقى جميل وشهي وجميل والولاد بيحبوه قوي. حاجة بسيطة وبتفرحي ولادك بيها. يعني مش احسن مثلا مش شيبسي والحاجات دي، حاجة انت عاملاها لهم بقى في البيت ونضيفة وحلوة وطعمها بيبقى جميل وفي نفس الوقت الدرام مغذي جدا. بص بقى انا هفرده كده على صينية عشان اسيبه يبرد والفشار بتاعنا ينشف بالكراميل، ما يبقى عشان هو لسه سخن، اسيبه يبرد خالص والكراميل يمسك فيه. نسيبه شوية كده قيمة 5 أو 10 دقايق على ما يبرد خالص، هو بيبرد في ثواني. بص بسم الله ما شاء الله اللون بتاعه جميل ازاي، والحلة الآخر واحدة فيها زي الفل ما شاء الله زي السكر. أسيبه بقى يبرد كده 5 كده وأحط بقى في طبق التقديم اللي هقدمه فيه. اللون بتاعه جميل أوي بجد، مش درجة اللون بتاعته جميلة. بص بقى ده اللي من غير كراميل جميل ازاي، واللي بكراميل بقى اهو جميل ازاي، برد وجميل ومقرمش ولونه ذهبي وزي العسل. جربوه صدقوني هيعجبكوا قوي، صدقوني لو جربتوه بنفس الطريقة دي صدقوني هتعتمدوه على طول وتعملوا على طول الفشار بالكراميل على طول.
بصوا صدقوني زي العسل، ما شاء الله ما شاء الله، بجد أحلى فشار في الدنيا. جربوا الوصفة دي وصدقوني هتعجبكم، واشوفكم في وصفة جديدة بإذن الله. وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة. أتمنى يكون الفيديو نال إعجابكم. لو عجبكم الفيديو ياريت ما تنسوش اللايك والشير وتعليقاتكم الجميلة اللي بتفرحني. لو لسه أول مرة تشوفوا قناتي أتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد. استنونا إن شاء الله في وصفات تانية كتيرة سهلة وبسيطة ومميزة. دمتم بخير وبحفظ من الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.